يستطيع يستطيع يستطيع. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على عيون حبايب قلبي الحلوين المشتركين واللي لسه مش مشتركين. يا رب كده كلكم دايما في خير وفي احسن حال، اللهم امين. النهارده جايلكم فيديو جميل هيعجبكم ويرضاكم، بس لو اول مره تشوفوني وتشوفوا القناه يلا بسرعه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس يوصلكم الجديد ان شاء الله. بنتمنى منكم ان انتوا تشجعوني في القناه وتكبروها، وبنتمنى كمان ان القناه تتفعل بسرعه. يا ريت تقفوا جنبي لغايه القناه دي ما تتفعل، عشان انا عاملاها مصدر رزق ليا ولولادي. يا رب كده كلكم تكونوا بتحبوني زي انا ما بنحبكم، وقناتي تكون بتعجبكم زي انتم بنعتبركم اخواتي. فيلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا النهارده. فيديو بسيط جدا، هنعمل مع بعض اكله حلوه هتعجبكم وتنور رضاكم على قد الايد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا احنا يا جماعه عملنا الدجاج من كام يوم كده مع بعض الغله، طبعا على مطبخ شيف امل ونزلتها لكم. فقلت بقى نعمل معاكم النهارده روتين جميل كده بالدجاج اللي احنا عملناه. اكله بسيطه جدا، في حاجه موجوده في البيت هنعمل منها اكله حلوه وهتعجبكم ان شاء الله. جبت كده الدجاج بتاعنا، طبعا انا زي ما قلت لكم قبل كده انا بنعبر بالصفيحه اللي هناك دي، يعني انا عامله مقدار كده بنعبر بيه. تمام، لو انت بتحطي بالكيلو حطي بالكيلو مفيش مشكله، كل واحد بيعمل على قد الامكانيات اللي عنده. وانا طبعا كنت عامله يعني علشان انا ساعات بنحطه في الفريزر ونطلعه لما ايه نحتاج ان احنا نعمل مثلا عشوة تانية، بدل من ايه ما نضطر ان نخبز تاني، لا يكون عندي. تمام حبايبي، وبرده بيبقى حلو للفطار. انا هنا هنعمل الجرس الفلاحي على اصولها. انا جبت هنا شويه الدقيق بتوعي وحطيت عليهم شويه من السمسم. لو انت هتعملي كيلو مثلا دقيق حط عليه معلقتين سمسم، لو مش بتحبي السمسم استغني عنه مفيش مشكله. تمام حبايبي، زي ما قلت لكم كده. وحطيت طبعا اللبن اللي انا وريته لكم على النار، وهنحط شويه ملح زي ما انتم شايفين كده على الدقيق. طبعا الملح دوت يعني ايه بالمقدار كده عينيك اللي توريكي، بس يعني انت لو هتحطي برضو كيلو ممكن تحطي معلقه ملح صغيره ومعلقه خل صغيره ومعلقه سمسم. لو انت مش بتحبي السمسم زي ما قلت لك شيليه. تمام حبايبي، تمام. انا دلوقتي حطيت اللبن على النار علشان يدفى يا دوبك نحس ان هو دافي كده مش مغلي. ده لبن رايب يا حبايبي، لبن يعني ايه قاطع. تمام، يعني كان عندي مثلا اللبن وقطع مني مغلاش، فعملته ايه كده. لكن انا طبعا شارياه دوت، انا شارياه من عند ناس فلاحين كده، شاريه منهم ايه ب10 جنيه لبن. بيعجن لي العجين بتاعي كله. يعني مثلا عامله هنا صفيحتين من الدقيق، يعني مثلا بعبار 4 كيلو من الدقيق، تمام، او 3.5. وجبت هنا قطعة خميرة بيرة. طبعا انت بتحبي الخميرة الفورية حطي الفورية، ما بتحبيش الفورية زي كده وحطي بتحبي البيرة حطي الخميرة البيرة. الحاجة اللي بتريحك اعمليها، ما تتجيديش بأي حد. احنا بس بنشارك مع بعض اليوم وبنعرفك كده انا بنعمل ايه في حياتي البسيطة المتواضعة دي. تمام، انا حطيت هنا حبايبي حته الخميره البيره دي دول بجنيه، يعني قطعه كده حلوه. تمام، على اللبن الدافي ان شاء الله هيتفاعل مع بعض وهيبقى ايه جميل. بس اهم حاجه اللبن بتاعك يكون دافي مش مغلي. ده لبن رايب. ممكن بالحليب، اللبن الحليب اللي هو بيبقى لسه هينغلي لكن هينشف لك العجينه شويه، لكن اللبن الرايب بيخلي كل حاجه ايه طريه. تمام حبايبي، هنبتدي ان انا نعجن العجين بتاعي كده ونشرب اللبن كويس في العجين. طبعا انا احتجت شويه ميه صغيرين خالص، ممكن يعني لو ما عندكيش لبن تكملي بالميه. فانا احتجت شويه ميه صغيرين خالص للامانه علشان بس ايه نكون صادقه معاكم. تمام حبايبي، لو كان عندي لبن كنت هنكمل بيه ماشي. لو انت بقى ما عندكيش حد تشتري منه مثلا اللبن الرايب، ممكن تعملي ايه؟ ممكن تجيبي مثلا كيلو الحليب او 2 كيلو حليب وتحطيهم بره كده في اي برام اي حله كده عندك، وتسيبيهم لغايه ما يروبوا. عندك هيروبوا كمان هيعملوا وش جميل اللي هو وش القشطه دي. تمام حبايبي، انا هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده عجنت العجين بتاعي. طبعا بنعمل الفيديو معاكم بالراحه كده، الفيديو ده انا عارفه ان هو طويل لكن حابه ان الفيديو يكون معاكم طويل عشان تتفرجوا عليه كله، وكمان عشان انا عن نفسي ان انا مفعل القناه، فعشان كده عامله الفيديو طويل شويه عليكم. لو هتحسوا ان انتوا هتزهقوا من الفيديو اسمعوه على مرتين. لو برضو حاسين ان انتوا زهقتوا من الفيديو او زهقتوا مني اسمعوا الفيديو سيبوه شغال لوحده وهو هيشتغل ويجيب لي برضو الساعات دوت. مش امر مني، لا انا عارفه ان انتوا هتقفوا جنبي وهتشغلوا لي القناه دي علشان خاطر انا نفسي ان هي تتفعل وتبقى جميله زيكم كده. هنا حبايبي خلاص انا عجنت طبعا ايه
فصلت التليفون لغايه انا ما سخنت السمنه بتاعتي والزبده. تمام، انا هنا حطيت زبده فرن، وحطيت عليها شويه من الزيت، يعني مثلا بعباره قد ايه. طب شوفوا، بص شايفين العجينه بتاعتي عملت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. الطبق العجان بتاعي وايديا كمان نظيفه. لازم العجينه ما تكونش بتلزج، ولا تكون مثلا الطبق بتاعك ينضف منها. عندك عجان اعجني فيه مفيش مشكله، لكن احنا الحمد لله ربنا رزقنا بايدينا الحلوه دي، هنعمل بيها كل حاجه الحمد لله. دي نعمه وربنا رزقنا بيها، فلازم نشكر ربنا عليها. انا حطيت هنا حبايبي، طبعا بنحط كده بمقدار يعني ايه، عينيا ما توريني يعني، بس انت هتحطي برضو لو هتعملي كيلو دقيق، هتحطي مثلا عليه كوبايه من الزبده على الزيت، او زيت بس، او سمنه بس، ده تبع رغبتك انتي، فاهماني؟ بس طبعا الافضل ان انت تحطي من ده على ده. انا هنا وطيت التليفون شويه علشان تشوفوا انا بنعمل ايه لما بنشرب الزبده للعجين، يعني بنشرب العجين للزبده. تمام، انا هنا كان فاضل معايا شويه، طبعا انا عامله عجين كميه كبيره. زي ما قلت لكم انا قبل كده ان انا بنعملها ونحطها في الفريزر، بناكل منها يعني، نتعشى منها النهارده. لو انا ما عنديش كحك وبسكوت، زي ما انتم عارفين ان احنا خلاص لسه طالعين من العيد، ولسه عندنا الكحك والبسكوت وكده، فايه بنفطر منه. لكن انا لو ما عنديش، بنعمل بقى الايه، الجرس الفلاحي دي، نفطر منها الصبح، بتبقى جميله كده مع كوبايه شاي. ممكن برضو في العشاء تطلعيها تتعشي بيها مع كوبايه شاي. لو مش عايزه كوبايه شاي، ممكن تعملي جبن جنبها وشويه عسل اسود، بتبقى جميله جدا. عسل ابيض اللي عندك بقى تحطيه مربى، بتبقى جميله جدا، وايه ويعني تفتح النفس. انا هنا حبايبي مش بنعجن، مش بنلت في العجين. تمام، انا بصوابعي كده بنشرب السمنه للعجينه بتاعتنا. شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده يعني. لكن انا لو في اول العجينه ممكن نلتها ونعجنها عادي، مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو، بنشرب العجينه بتاعتي، لازم نشربها كويس السمنه كلها اللي موجوده معايا. هنا كان في قطعه زبده صغيره مش راضيه تدوب، فانا ايه بندوبها على ايديا كده. واحنا طبعا دلوقتي الجو يعني ايه، عندنا هنا يعني في البحيره الجو لسه مرطب شويه، مش حر يعني. لكن طبعا انتوا عندكم ممكن يكون في المدن مثلا، او في مصر والحتت دي، او في بلاد تانية ممكن يكون الجو حر، فانت لازم تعملي حسابك في الحاجات دي. العجينة بتاعتك لو الجو بتاعك حر، لازم العجينة تكون ماسكة شوية، علشان الدقيق مثلا ممكن يفك معاكي، ما يكونش فيه عرج. العرج دوت ممكن يفك معاكي، فاهماني؟ فلازم تخلي العجينة ماشية على قد ايديكي، ما تبطط فيها او تشكل فيها. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا هرست قطعة الزبدة دي في العجينة فدابت يعني معايا. تمام، انا هنا كنت بنعجن بعد اذان الظهر بمسافة كبيرة يعني، كنت متأخرة يعني في العجين وكده، ما كنتش عارفة صراحة هنعمل عشاء ايه. فقعدت نفكر شوية، قلت طب انا ما عملتش من زمان وعندي دقيق، طب ما انا ممكن نعمل اكلة خفيفة كده، وبرضو ايه تكون حلوة ومغذية ولادي بيحبوها. وكمان تكون على قد ايديا وعلى قد مصروف البيت. اليومين دول انتوا عارفين ان المصروف او الدنيا ملخبطه كده مع الناس كلها، المصاريف زادت كتير، والاسعار زادت كتير، فتحس ان الدنيا ملخبطه معانا. بس الحمد لله برضو ربنا ممشيها معانا على خير. ادعوا لنا بقى ربنا يسترها معانا ويرزق كده ازواجنا بالرزق الحلال ان شاء الله، ويبعد عنهم اي شر. ان شاء الله ربنا يفتح لهم الباب يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا هنا لميت العجين بتاعي، والطبق بتاعي ما شاء الله نضيف خالص. طبعا العجينه هنا خلاص مش هنحط لها اي حاجه، هنلمها ونغطيها وخلاص. تمام حبايبي، هنا كان طبعا السمسم ما كانش فيه اي حاجه يعني، انا كنت ايه شايفه السمسم في العجينه يعني. هنلمها بقى ونغطيها، مش هنعجن بقى ايه، مش هنحط عليها لا على وشها دقيق ولا اي حاجه. شايفين العجينه عامله ازاي؟ زي الملبن بالظبط. بتمط معايا وجميله جدا ما شاء الله عليها. هنغطيها بقى لغايه ما تخمر كده، ونسيبها لغايه ما تاخد وقتها في الخمر، وبعدين نرجع تاني نعملها مع بعض. طبعا عبال الدنيا ما تتظبط كده والخميره بتاعتنا تشتغل في العجين، هنكنس بقى الارض كده ونظبط الدنيا. طبعا الارض كانت نظيفه، ما كانش في حاجه عندي يعني، انا كنت ايه مظبطه الدنيا بحالها، بس برضو ايه اهو على الماشي كده. طبعا انا خلاص روقت الدنيا وما عادش عندي شغلانه مثلا ايه هنعملها. ممكن بقى نريح شويه عبال ما الايه ما العجينه بتاعتي ما تخمر. اول ما العجينه بتاعتي هتخمر هنرجع تاني نشوف هنعمل فيها ايه.
زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو، خلصت كل حاجة، وهنبدأ بقى ان انا نشوف العجينة بتاعتي عملت ايه وهنظبطها مع بعض. ده طبعا كان بعد اذان العصر. رحت بقى ايه، جبت العجين بتاعي، كنت طبعا غطيته بغطا حلو، وغطيته كمان ببطانية، وبطانية امل الصغيرة برضو غطيتها بيها كده علشان خاطر ايه تخمر معايا وتبقى حلو. لان انا قلت لكم انا كنت عاجنه متاخر، وغير كده كمان كنت حاسه ان انا الجو لسه يعني ايه برد عندنا، مش حر يعني لدرجه ان الخميره تتفاعل بسرعه وتخمر العيش بتاعي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو. هنبدا بقى ان انا نجيب الايه الطبليه بتاعتي. ده طبليه كبيره كده اسمها بوفيه عندنا، احنا بنسميها البوفيه، انتوا عندكم بتسموها ايه؟ حبايب قلبي، احنا دلوقتي طبعا جبنا الطبليه الكبيره، الطبليه المدوره فوق في الشقه اللي فوق، فانا عشان كده جبت الطبليه دي. هنبدأ بقى ان انا ايه نقطع الغرز الطرية بتاعتنا دي، إيه، ونعملها مع بعض ونبططها بكل تفاصيلها. حبيت بقى نعمل معاكم الفيديو كده بكل تفاصيله، وما حبيتش ان انا نقص منه اي حاجة. هو صحيح قصيت منه حاجات بسيطة كده، لكن برضو حسيت ان انا يعني لو طولت الفيديو شوية هتحبوا الفيديو وهتحبوا تتفرجوا عليه. فياريت كلكم كده تشجعوني تتفرجوا على الفيديو كله. انا عارفة ان ممكن محدش يتفرج عليه، بس برضو حاسة ان ممكن يكون منه الفرج، والقناة ربنا يكرمها كده وتتفعل على وشكم حبايب قلبي. ادي من كده حطيت الدقيق على لوح العجين بتاعي، طبعا دوت لوح من الخشب. انا يعني عاملينه احنا عندنا هنا كده، بيساعدنا ان احنا مثلا نحط العجين على على اللوح دوت، مش بيحصل له اي حاجه وتخمر عليه يعني. تمام. كده بقى حطيت على الطبليه شويه شويه من الدقيق كده. انا طبعا مش بنبطط تحت دقيق، لكن حاجات بسيطة كده. انا بس عشان نقطع هنا على على الدقيق علشان خاطر برضو ما يلزقش معايا. طبعا البطانية نظيفة، شلتها على جنب عشان ما تتعفرش بالدقيق. ودوت بقى الايه العجين بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، ملا العجان. يعني ما شاء الله، يعني العجين ما شاء الله عليه كتير. فايه فممكن ناخد مثلا تبطيط او تشكيل في العجينة بتاعتي ديت ربع ساعة نص ساعة بالكتير ونكون مخلصة كده حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، طبعا كان قبل المغرب، انا كنت صايمه اليوم دوت. طبعا من صوم ال6 ايام البيض، يا ريت كلكم تصوموها. وطبعا الايام دي كمان جميله وما تتعوضش يعني، ربنا يجعلها كده في ميزان حسناتنا ان شاء الله. هنقطع بقى ونشكل زي ما انتم شايفين كده عشان ما نطولش عليكم ونرجع لكم تاني. هنفصل طبعا التليفون ونرجع تاني لما نشكل شويه، علشان ايه مش حابه ان انا نطول عليكم كده حبايبي. كنت خلاص شكلت العجينه بتاعتي وغطيتها كده اهو بحاجه نظيفه برضو. ممكن مثلا حاجه من هدومي، عبايات القديمه اللي انا مش قعدتش بنلبسها، ملايه قديمه، اي حاجه. المهم يعني ان هي يكون العجين بتاعي على طول متغطي، ما يكونش ايه متعرض للهواء علشان ما يغشفش معايا العجينه. هنا بقى بصوا حطيت شويه دقيق صغيرين خالص خالص خالص، يعني مفيش دقيق اصلا يعني، بس ايه عشان خاطر العجينه بتاعتي ما تلزقش معايا. تمام حبايبي، ده برضو من السمسم. محدش يقول هو ايه ده اللي انت عماله تشيلي كل شويه. ده سمسم يا حبايبي، بس انا طبعا ايه عشان السمسم مثلا في سمسمه كده تبقى حبايه لونها اسود شويه، ما بنحبهاش في الايه في العجين كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا ايه نبطط العجينه بتاعتي او نشكلها. هي بتبقى مدوره كده وجميله ما شاء الله عليها. هنا بقى في ناس بتسميه بكاكين، وفي ناس بتسميها جرس فلاحي، وفي ناس بتسميها جرس طرية، وفي ناس بتسميها كيمان. يعني مش كل واحد بيسمي تبع التاني، كل واحد وليه اسم، وكل واحد وليه طريقة في شغل بيته وكده يعني. بس انا طبعا يعني بنعمل ابسط حاجة معاكم، وان شاء الله تكون حلوة وبتعجبكم يعني. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هنبتدي بقى نبططها كويس ونرصها بقى على الايه على اللوح بتاعنا الخشب دوت بالشكل ده لغايه ما نملى اللوح. وبعد كده بنبدا بقى ان انا نجيب ايه عبايات زي اللي انا بقول لكم عليها دي، او جلاليب من الجلاليب بتاعتي القديمه اللي انا مش بنلبسها. الملايات مثلا تكون خلاص انا ما عادش بنفرشها على السرير. بنبدا بقى ان انا نقصها على قد اللوح كده، ونبدا ان انا نغطي بيها العجين بتاعي. علشان نحط كمان ايه رجات فوق بعضها، لان انت بتعملي لو انت بتعملي زي كده كميات كبيره هتحتاجي لواح كتير زي اللواح الخشب دي، او مكان يكون كتير عشان خاطر تحطي فيه الجرس دي.
طبعا انا مش بنعمل على الصواني، عندي صواني من اللي هي الألمونيا دي، مش بنعمل على الصواني. ليه؟ لان انا بنخبز في الفرن، يعني مش بنخبز على الصواني اللي هي ايه، الصواني بتاعه الكحك والبسكوت ده. تمام حبايبي. انا طبعا كان عندي بقى ايه صواني كتير، لكن ما بنحبش نعمل كده. انا بنحب نعملها ونسيبها ترفع شوية، او تخمر ترد الخمير بتاعها، وبعد كده بنبدأ ان انا ايه نخبزها كده. طبعا هنطلع عند الفرن عشان نخبز العجين بتاعنا ونشوف كده هنعمل فيه ايه. طبعا هنا جبت خلاص اهوت، جبت الفرن بتاعه ولعته، حطيت. طبعا انتوا عارفين ان انا بنولع بالخشب. وجبت هنا الايه الصينيه اللي انا بنخبز فيها في الفرن ده، لان انا عامله صينيتين كده بنخبز فيهم في الفرن اللي هو الفلاحي ده، وصواني تانية بنخبز فيها تاني الكحك والبسكوت. شايلهم دول طبعا تحت السرير علشان طبعا ايه نخبز فيهم الكحك والبسكوت، ونخبز فيهم مثلا نعمل فيهم المحشي لما يكون عندي عزومات. ما نبهدلش كل الحاجه اللي عندي مره واحده، وبعد كده نقعد بقى ايه نقول يا جاره، يعني ايه لازم يكون عندي حاجه في البيت نعمل فيها، ما نبهدلش حاجتي كلها. تمام حبايبي. بدل ما نقول له نروح لجالته ونقول لها مثلا ما عندكيش صينيه نستعملها مثلا في اي مناسبه تكون عندي، لا يكون عندي الحاجه نظيفه ومنشاله. هما طبعا الصواني اللي معايا ديت نظيفه وكل حاجه، لكن هلكتها في البيت يعني. تمام حبايبي. هنا طبعا ما كانش العجين باين معاكم وانا بنحطه في الايه على الصينيه. انا هنا حطيت الصينيه سخنت شويه في الفرن، وبعد كده طلعتها نفضتها وابتديت ان انا ارص بقى الايه العجين بتاعي او الجرس بتاعتي في الايه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. لازم الفرن بتاعك يكون حامي من تحت ويكون حامي من فوق. يعني ايه حامي؟ يعني تكون النار بتاعته عاليه، ما تكونش واطيه، علشان خاطر الجرس بتحب النار العاليه. تمام حبايبي. انت دلوقتي هتشوفوا الشواريك لما تعلى معايا، وكمان شايفين النار من تحت اهي عاليه، بس برضو يعني بالعجل، مش تروحي تولعي فيها وتقولي ده امل اللي جالت لي. لا طبعا لازم تكونوا ايه واخدين بالكم انتوا هتعملوا ايه بالظبط. الحاجه طبعا قدام عينيكي وبتوريكي انت بتعملي ايه. زي ما انتم شايفين كده حبايبي بنضير في الايه في الصينيه بتاعتي، علشان طبعا كلها تاخد نار واحده. الخبيز بقى في الفرن الفلاحي حاجه تانية خالص، تحسي كده ان انت بتعملي فن. لازم يكون بقى كل حاجه بمقدار كده. انتوا عارفين طبعا الغاز ممكن توطي وتعلي، لكن هنا مش هتعلي ولا هتوطي، فلازم ايه يكون الحاجه بمقدار كده، ودماغك هي اللي تشغلك برضه. والحاجه بتطلع منه طريه وريحتها جميله جدا. بص ملهاش حل، بتفكرنا بالزمن الجميل وايام امهاتنا واجدادنا. وطبعا حماتي الله يرحمها ويسامحها هي اللي علمتني الصنعه قدام الفرن. عمري ما ننسى لها الجميل ده، فرب كده يرحمها ويوسع عليها ويجعل يا رب مسواها الجنة إن شاء الله. وأمي كمان يا رب يرحمها ويجعل مسواها الجنة. الناس دي كانت طيبة جدا، وهم دول اللي كانوا البركة في حياتنا. لكن طبعا بعد كده مفيش حد زيهم. هم اللي كانوا بيسألوا علينا، وهم اللي كانوا برضو بيعلمونا الصح من الغلط. لكن طبعا بعد كده مفيش ناس زيهم، الله يرحمهم جميعا ويسامحهم. هنا طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين الغرز بتاعتي بتغب ازاي في الفرن، ما شاء الله عليها طالعه زي العسل، وطلعت طريه، وكمان النار بتاعتها من تحت مظبوطه. يعني بصوا بتبقى مية مية. هو اول فرن يعني عامه ممكن يطلع فيه واحده او اتنين ملخفنين، لكن بسم الله ما شاء الله هي كلها طلعت جميله. ما طلعش فيهم غير اتنين بس اللي كانوا هابطين شويه مش عاليين، لكن النار بعد كده انظبطت وبقت مية مية زي ما انتم شايفين كده. يا رب الغرس الفلاحي بتاعتنا النهارده تعجبكم. وما تنسوش بقى تشيروا لي الفيديو على قد ما تقدروا، وتشوفوا الفيديو كله، وتحطوا لي لايك جميل زيكم واشتراك كده في القناه علشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين الجرس طالعه زي الفل ما شاء الله عليه. لسه هنوريكم، استنوا ما تروحوش في اي حته، وهنوريكم جمال الجرس كده في الاخر. حاجه بصوا تحفه، يعني ما تقدريش كده تغمضي عينيكي عن الجمال بتاعها. وكمان كان طعمها جميل جدا، وعجبت اولادي وعجبت زوجي كمان وانبسط بيها. انا عارفه ان هو بيحب الغرس الفلاحي. طبعا هنعمل مع بعض حاجات كتيره وعجين كتير، يعني كل اشكال العجين ممكن نعجنه مع بعض ونعمله بمنتهى البساطه. وديكوا شايفين انا بنولع بايه. احنا ما عندناش مثلا هنا غاز طبيعي زي مثلا في بلاد تانية في الغاز طبيعي. ممكن مثلا اي حاجه تعمليها في الفرن ان شاء الله حتى لو فرن البوتاجاز، لكن طبعا
احنا عشان عندنا الانابيب والكلام ده، فالواحد يعني صراحة بيقول ان هو ايه، الدنيا مش مستاهلة غلا اكتر ما احنا بنغلي في الدنيا. يعني الدنيا ما شاء الله عليها غالية لوحدها. فممكن لو في عندك مثلا فرن زي ده تستعمليه وتوفري اي حاجة لبيتك واولادك يعني. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين كده انا حطيت كمان يعني كمان صاج من العجين. ونبتدي بقى ان انا نطلع ايه، اي حاجه جنبي كده، مثلا اكياس، غش، اي حاجه. المهم ان انا بنولع بكل حاجه موجوده عندي عشان نوفر لايه، لبيتي وزوجي واولادي. اهو زي ما انتم شايفين كده معايا شويه غش حلوين اهم. طلعتهم طبعا. انا كنت لما بقى الدنيا هنا في ريح الفرن علشان برضو يكون اللي جنب الفرن نضيف او اوضه الفرن نضيفه، لمها في شكاير كده. فبنطلع بقى اللي انا عايزه على قد ما انا عايزه، والشكاير دي برضو بنلمها تاني لو في حاجه عندي بنلمها فيها. زي ما انتم شايفين كده الشاروخه بصوا عاليه ازاي، وبرضو من تحت عالي علشان تطلع معاكي الجرس بسرعه وتطلع جميله كده وطريه مش ناشفه. تمام حبايبي، عشان تطلعيها طريه لازم النار بتاعتك تكون مظبوطه. وطبعا اللبن عامل حلو برضو، اللبن الرايب دوت، اللبن اللي هو القاطع معاكي برضو بيخليها طريه وجميله. يعني ما تنفعش تنعمل بالميه صراحه، يعني لازم يكون لبن رايب، او اللبن اللي هو القاطع. لو لبن بقى من اللي هو الايه الحليب ممكن تعملي بيه، بس هيديكي نشوفيه شويه في الايه، في العجينه بتاعتك، مش هتبقى طريه جامد يعني. ولونها كان طالع جميل جدا ما شاء الله. يعني بصوا صراحه كانت بتحكي عن نفسها. شايفين الجمال ما شاء الله عليها. بصوا لونها، انا برضو مش عارفه الكاميرا ما كانتش مظبوطه، بس يعني ايه بعد كده هنوريها لكم كلها يعني ان شاء الله على اللوح. فيا رب كده ايه تكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم، وما نكونش برضو ايه زهقتكم بطول الفيديو. لكن انا حاسه ان لو انتم اتفرجتوا على الفيديو ده هيعجبكم بامر الله تعالى. شايفين يا حبايبي بقى بسم الله ما شاء الله الفرن برضو ماشي معايا كويس. يعني مثلا انا بنتضير برضو نحط الجرس اهوت على اللوح، وبعد كده بنرجع نحطها في الفرن. بتبقى جميله جدا يعني مش يعني ايه مش بيطفى معايا ولا حاجه. ليه؟ انا حاطه له النار بتاعته مظبطاه. وبرضو لما بنيجي نخبز اي نوع من انواع العيش برضو بنعملها كده. بصوا انا هنا بنوريكم اهو، شايفين لون الجوصه جميله ازاي. انا حسيت ان التليفون مش مظبوط وكده بقى خلصت يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده بصوا الجرس بتاعتنا جميله ازاي. يا رب النهارده لو الفيديو النهارده عجبكم والجرس الجميله الطريه دي عجبتكم. شايفين السمسم فيها باين ازاي ولونها جميل ازاي، ومن ورا ومن قدام مش محروقه ولا متحنيه كده، وشكلها جميل جدا وطريه جدا. ويا رب كده لو عجبتكم ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه، تفعيل لي زر الجرس يوصلكم الجديد مني ان شاء الله. ويا ريت تكبروا القناه على قد ما تقدروا، ويا ريت كده ما تنسوش تشيروا لنا القناه كمان على قد ما تقدروا علشان خاطر نوصل بيكم للجديد ان شاء الله. مع الف سلامه وشكرا لكم.